اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست اندر ريتد. النهارده ضيفي مميز جدا واخويا وحبيبي وصاحبي، وفي نفس الوقت هو شخصيه محترمه جدا ومن اللعيبه اللي انا شايف ان هو كان يستاهل مكانه اعلى من كده وياخد حقه اعلاميا برضو اكتر من كده. رحبوا معايا بالضيف المميز جدا جدا عبد الله بكري. النهارده عبد الله ربنا يخليك. عامل ايه؟ اخبارك؟ ان شاء الله تبقى حلقه كويسه ودايما موفق كده ان شاء الله. حبيبي عبد الله، وشكرا طبعا ان انت جيت وقبلت الدعوه دي. ربنا يخليك حبيبي منور. قول لي عبد الله بقى، انا في حاجات بقى كتير كده عايز اسالها لك، فاهم؟ واكيد ناس كتير قوي برضو عايزه تعرفها. مدافع زيك بامكانيات كويسه جدا، ليه ما لعبش اهلي وزمالك؟ هي بص، في الاول وفي الاخر كان هي ليها حسابات كتير قوي، ان انا كذا مره كنت هلعب اهلي وزمالك من اول 2017 لما رحت. لا يا راجل. من اول لما كنت لما رحت سموحه. كنت في سموحه 2017 في شهر 1 2018، يعني موسم 17 18. شهر 1 2018 اللي هو الموسم نفسه. جينا في شهر 1 كابتن حسام بدري كان طالب مدافع، اتفرج عليا قال لهم انا عايز عبد الله بكري بالاسم. كابتن حسام البدري. كابتن حسام بدري كان هو المدير الفني للنادي الاهلي. كان في مفاوضات مع المهندس محمد فرج عامل في سموحه، وانا قعدت فعلا ساعتها وقلت الكلام ده. انا قعدت فعلا مع مهندس حسام سراج، كان ساعتها مدير التعاقدات في النادي الاهلي، ومضيت للنادي الاهلي وكنت خلاص مستني ان كل حاجه تتم. بس ساعتها كان ماسكنا في سموحه كان كابتن طلعت يوسف منع، قال لا مفيش حد هيمشي. وانت طبعا كنت اساسي كنت بلعب بشكل اساسي والحمد لله كنت ماشي كويس جدا، فمش عايز طبعا يمشيك. قال لك لا، قال لك ما حدش هيمشي. قال لك خلاص. كنت انا ومحمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز ديفندر. جينا على اخر يوم في القيد، محمود عبد العزيز مشي راح الزمالك لو تفتكر، وانا قعدت ما مشيتش. الفتره دي كنت انا الحمد لله ماشي بشكل كويس قوي. كان جاي لي الاهلي، وبعد كده في السنه دي احنا كنا في سموحه كنا فرقه جامده جدا. السنه دي لعبنا نهائي كاس مصر وخلصنا مفنشنا رابع او خامس. فكنا فرقه يعني كنا جامده. فهو قال لك مفيش حد هيمشي خالص من الكوره، هو بس محمود عبد العزيز اللي مشي في شوق. بس انا كنت ماضي وكنت مخلص كل حاجه. دي السنه بقى دي البدايه بتاع اول سنه. جينا بقى السنه اللي بعدها، الموسم ده خلص قبل ما اروح بيراميدز، جه عرض للنادي سموحه من النادي الاهلي. كان العرض ب 18 مليون جنيه. لا يا راجل. كان نادي سموحه طالب 20 مليون جنيه. يعني كان وقفت على 2 مليون جنيه. طب ما كنت تدفعهم انت؟ قلت هدفع. جه بقى جالي عرض من الباطن السعودي لنادي سموحه ب 2.5 مليون دولار. كان ساعتها 35 36 مليون جنيه. اوكي. فطبعا انا الفلوس دي مش داخله لي، انا داخله النادي. فهو النادي قال لك لا، انا هستفيد ماديا اكتر. فوافق على عرض الباطن. خلاص مضيت في الباطن وكل حاجه. جه المستشار تركي آل الشيخ اشترى نادي بيراميدز. على بيراميدز ما سافرتش بقى، انا رحت طالع من السفاره هنا، رحت طالع على بيراميدز على طول. طالع على بيراميدز، ما سافرتش خالص. طب انت مش وقت بيراميدز ده تقريبا انت برضو ساعتها، يعني انا كنت يعني بس عشان عايز اوضح، انت ساعتها كنت رايح اهلي وزمالك. طب انت ساعتها حسيت بقى انت من جواك، سيبك حتى من حته ان النادي استفاد ماديا، يعني انت من جواك كنت حاسس ان انت ندمان اللي هو انا عايز العب اهلي وزمالك؟ اكيد طبعا ما فيش لعيب في مصر ويبقى لعيب كداب لو قال لك مش عايز العب اهلي وزمالك. تفرق معاك قوي منتخب طبعا وتاريخ وخلاص بقيت حته ثانيه. مع احترامي لجميع الانديه، انا لعبت في سموحه ولعبت في فاركو ولعبت في بيراميدز ولعبت في زد ولعبت في ناشئين وادي دجله ولعبت في كلهم طبعا نوادي كويسه جدا. بس الاهلي والزمالك هم ناديين القمه في مصر. واي لعيب يقول لك انا مش عايز العب اهلي وزمالك هيبقى كداب، حتى لو انت بتلعب في نادي ثاني وبتاخد اكتر من اي حد بيلعب في النادي الاهلي او نادي الزمالك. انت بتبقى محتاج نادي الاهلي ونادي الزمالك. الناديين دول ناديين كبار مش في مصر، في افريقيا. والانديه دي بتضيف للعيب يعني الماتش في النادي الاهلي بموسم بره. يعني انت النهارده اي لعيب بيلعب فرقه بره ممكن ما حدش يسمع عنه حاجه، يجي يلعب ماتش الاهلي والزمالك يتعرف خلاص بقى. هو يتشاف وعارف ان ده لعب الماتش ده وده بيلعب، ممكن مكسر الدنيا طول الدوري ولا حد سمع عنه. لكن اول ما يجي يلعب ماتش الاهلي والزمالك، هو الناس تتفرج على ماتش الاهلي والزمالك. لكن اي لعيب عايز يلعب اهلي والزمالك طبعا. انا عايز اعرف منك كده قصه حلوه، يعني عايزك بس تقولها لي. ايه بقى حوار ان انت كنت كل ما تيجي تروح الزمالك يحصل حاجه فما تروحش؟ كده توقف. احكي لي الحوار ده. بس اول ما القيد توقف اعرف ان انا كنت رايح الزمالك. انا اول ما القيد توقف في الزمالك بتكلم بجد. يعني اول سنه بتاعت 2020 كان ماسكنا كابتن حسام حسن في بيراميدز، وكنت ماشي في شهر 1 رايح، قال لك القيد اتقفل. جيت السنه اللي مشيت فيها من خلصت عقد بيراميدز وخلاص رايح الزمالك وقعدت ومضيت وكل حاجه، القيد اتوقف. سنه من سنتين. جينا اخر السنه اللي فاتت دي وانا في فاركو، اخر كانت ثاني سنه ليا، كنت رايح انا ومحمود حماده، القيد اتوقف. بكلم بجد يعني
فانا عرفت خلاص اول هو راح المصري هو راح المصري وانا كان فكانت حاجه غريبه جدا يعني. اعتقد ان كده الزمالك بالنسبه لهم احنا مش هنتكلم عن عبد الله بكري تاني يعني، هم بيتكلموا كذبه وقف احنا مش هنتكلم تاني. عبد الله كده دي حاجه اتعرفت دي من اغرب القصص على فكره. لا غريبه جدا، انا بقول لك انا لاحظتها يعني. هم كده وقف يعرف حد من الزمالك هيكلمني فاهم. هي خلاص كده نيته حتى فكر الكود اتوقف. لكن هي حاجه غريبه جدا وكذا مره يعني. حتى السنه بتاع بيراميدز لما مشيت من بيراميدز لما عادي خلص يعني، حتى كان احداث كانت في حوارات في النادي، انا كنت هكمل وحوارات وكده. فساعتها كان في حد في اللجنه المؤقته لنادي الزمالك مش فاكر، كان رئيس النادي ساعتها. فكلموني، كانش كابتن حسين لبيب، كان في حد مؤقت قبله مش فاكر اسمه بالظبط. فكلمني وقعدنا واتفقنا واتكلمت كل حاجه. بعدها اتفاجئت ان هو مشي، جه كابتن حسين لبيب. حتى اللجنه اللي كانت مع كابتن حسين لبيب في الاول كابتن حسين سيد كلمني وكنا خلاص كل حاجه متفق عليها، جه كده توقف. فانا هي الاحداث ان انت تلعب اهلي وزمالك دي السنه اللي فاتت برضه في فاركو لما كانوا عايزين مساك، كنت انا مطروح قبل ما اروح الزد. لا بس هو كان الفرق ان انا سافرت كنت 29 سنه، فكان لا هم حاطين معدل اعمار ان انا عايز اقل من 26 سنه 25 سنه وعشان يبني بقى وبتاع. لا وكان حتى كان مستر كوره كان حاطط 3 اسامي. كان ساعتها العش في المحله وانا كنت في فاركو، وكان في محمود مرعي في فيوتشر. كان هو ال3 اسامي دول اللعيبه اللي هو كان محمود مرعي كان عامل 6 ساعات. كان هي ال3 دول قال لك هم ال3 دول اللي انا تمام يعني. العش راح زد ومرعي راح بيراميدز وانا فاهم. كانت الدنيا كل واحد راح حته، هو في الاخر برضه ما جابوش من الصف خالص. بس هي في الاخر نصيب يعني، هو الرزق في الاخر نصيب. ما رحتش منتخب؟ انا ما رحتش منتخب. ما رحتش منتخب ولا مره؟ ما رحتش منتخب، رحت منتخب ناشئين بس ما رحتش منتخب اول. دي غريبه دي، هي غريبه بالنسبه لي. غريبه بس برضه يعني ليها احداث يعني. كنت اول مره كنت رايح منتخب مع مستر كوبر، كان اول تجمع ليا المفروض كنت هروح، ده كان بتاع الكويت اللي مصر لعبت فيه البرتغال، فاكر اللي هو كان قبل كاس العالم. كنت ساعتها في سموحه؟ كنت في سموحه، كان عندي 24 سنه. حتى ساعتها كان كابتن اسامه كلمني قال لي انت كنت انا ماشي كويس قوي، وكان الونش ماشي كويس قوي. فبس الونش بيلعب في نادي الزمالك وفي نادي بيلعب في افريقيا وي فمش هينفع انت تيجي اول معسكر ليك يبقى قبل كاس العالم على طول. فانا خلاص. والمره اللي بعدها كنت مع كابتن ايهاب جلال، اول ما مسك المنتخب ماتش الجابون، خد الباسبور بتاعه والتاشيره، طلعت كل حاجه. جيت اتعورت اتصبت. المره اللي بعدها مع مستر كيروش قبل كاس العرب، لعبت ماتش وكنت مكسر من 3 ماتشات، وبعد كده كان في توقف بتاع المنتخب. جبت الجون بتاع ماتش، كنا اول سنه في فرق. جبت جون ماتش المقصه، كسرت الدنيا قال لك بس خلاص. قلت انا رايح والدنيا خلاص بقى اوائل الجمعه التاني. تاني يوم في التمرين فاهم، سبرين انكل. خلاص شكرا. شكرا. ما حدش كلمني تاني في الزمالك والمنتخب. وفي المنتخب عايز اكلمك تاني، عايز افكر خلاص كده. لا نصيب في الاول وفي الاخر. هي كده اكيد في الاول وفي الاخر نصيب. بس انا في حاجه تانية برضو عايز اتكلم معاك فيها. انت من المدافعين اللي عندهم كوره بصراحه، اللي بيطلعوا بالكوره من تحت كويس قوي، ودي حاجه نادره جدا. يعني انا بشوف لعيبه بتلعب منتخب وبتلعب اهلي والزمالك بيلعبوا في نص الملعب كمان، بيستلم غلط وبيقف غلط، وبدل ما يستلم بيميل بيبقى ظهره للملعب. يعني بشوف بلاوي. فانا بقول لنفسي ازاي ان لعيب مثلا عنده الكواليتي ده حتى بتروح بالكوره، في نفس الوقت انت عندك ما شاء الله الحته البدنيه كويسه قوي، السبرنتات والالتحامات وبتاع انت قوي فيها، وتروح بالكوره، ازاي ما استغلوش في ان هو يلعب في فرقه زي الاهلي والزمالك او بيراميدز او كده او منتخب، وفي نفس الوقت ليه ما فيش مدافعين تانيين من وجهه نظرك موجود عندهم الملكه دي؟ ليه مفهوم المدربين في مصر ان المدافع ده لازم يبقى يا باشا بيحط التيشيرت في بقه وبيرزع وبيخبط وبيطفش وبيزعق شاور له على هو ده الفيرود، هو ده الفيرود، امسكه راح الحمام روح وراه، عارف انت الحاجات دي. مع ان على فكره يعني اقول لك حاجه، انت بره جوارديولا ما يتعاقدش مع جون لما يكون بيعرف يلعب برجله كويس. فانت شايف بقى من وجهه نظرك يعني الموضوع ده ليه يعني ليه بيحصل كده؟ بص الحته بتاعتي انا يعني حته ان انا لعبت في بيراميدز برضه، احنا كواليتي اللعيبه كان مع احترامي للانديه كتير، كنا احنا والاهلي والزمالك يعتبر اعلى. كان كينو ساعتها وعبد الله من اول سنه في بيراميدز لحد 2021 اوكي 3 سنين عاصرت يعني لعيبه خارقين يعني. يعني انا بالنسبه لي عبد الله سعيد احسن لعيب اخر 10 سنين في مصر بالنسبه لي يعني، اكيد طبعا ككواليتي وكلعيبه كعقليه. لا انا عبد الله في حته ثانيه فعلا، ده اللي فعلا يتقال عليه في حته ثانيه بصراحه يعني. هو شغل تمرين نظام مواعيد. عنده 40 سنه ولا 39 سنه وما شاء الله جون واسيست. انا عارف لعيبه عندها 20 سنه بيجي لها شد في 60. في لعيبه عندها 20 سنه بيبقوا اضخم مني وانا قاعد. لا هو كلام بجد. في حته ان انا لعبت في بيراميدز دي فرقه كبيره، الحمد لله كنت بلعب انا يعني اول سنه
كنت بلعب انا وعلي جبر، وكان منصور معانا برضو. وعلي جبر خبرات برضو. لا علي لعيب كبير واستفدت منه كتير جدا. لا لعبت جنبه واستفدت منه حاجات كتير قوي. السنه اللي بعدها لعبنا نهائي افريقيا، وانا لعبت مثلا بتاع 11 ماتش في افريقيا في الكونفدراليه، ولعبنا نهائي اللي هو الكونفدراليه اللي خسرناه قدام نهضه البركان. فالماتشات دي كلها مع المدربين اتمرنت معاهم، يعني اول سنتين ثلاثه في بيراميدز انا اتمرنت مع مدربين اللي مرن ميسي واللي مرن كان عندنا لافولبي، ده كان الاب الروحي بتاع جوارديولا بتاع جوارديولا الارجنتيني. فهو كده الاساس بقى. انا بكلمك مع مدربين اتمرنت معاهم طلعوا بالكوره في ليفل تاني، واتمرنت مع مدربين في انديه ثانيه بشوف بلاوي، بشوف مصايب يعني. مدربين ما بتعرفش تدير الماتش، مدرب اول ما يخش في جون تلاقي عرق ووش اصفر وبتاع، ومضرب كوبايه الشاي يا جماعه في ايه اهدوا. كان انت لعيب واقف في الملعب يقول للمدرب بره اهدى لا والله العظيم بكلمك بجد، بشوف بلاوي. المدرب يعني بيقول للعيب اهدى، اللعيب بيقول للمدرب اهدى، سوري اللعيب بيقول للمدرب اهدى وبتاع. اهدى انت اتوترت ليه؟ اهدى. ايه المشكله؟ دخل جون ما دخل فينا جون مثلا، دخل فينا جون، مع ان الطبيعي ان انا اخش فيها جون، طبيعي ان انا اجيب جون، طبيعي ان انا اكسب واخسر واتعادل، ما هي دي الكوره. هي في مدربين فاكره ان هي الكوره بس مكسب بس، يعني مش كده يا جماعه. ده ليفربول لما خد 7 من استون فيلا يعني ما عادي. برشلونه خد 8 من كلهم ما مشيش، وفان دايك ما قعدش دكه، وده ما طلعش ورا سكور وصلاح ما مش عارف ما صلاح ما ادالوش. لا انت هتمرن لوحدك الساعه 7 الصبح، ما حصلش الكلام ده. ده الحاجات دي بتحصل. ها والله العظيم بيحصل بلاوي، انا قعدت في بيراميدز 4 شهور انا ومهدي سليمان بنتمرن الساعه 7 الصبح. 7 الصبح؟ ليه كنت بتصحى الساعه كام؟ بصحى الساعه 6 والله العظيم. قال لك انا مهدي عشان كان في مشكله وبتاع وتويته، وانا عملت له لايك وانت مش راضي تجدد فهتمشي، ولا عمري طلعت اتكلمت ولا قلت حاجه. في الاخر لا استنى بس، يعني هو مهدي سليمان كتب مهدي كان نزل تويته وانت عملت له لايك؟ انا عملت له لايك وانت داخل نايم. قال لك ثاني يوم قرار عبد الله بكر ومهدي سليمان موقوفين وخصم 500,000 جنيه من كل لعيب. قعدت تتمرن 7 الصبح كل يوم؟ قعدنا بقى، كنت معاهم فتح الله كان يجي لنا مش هو اللي بيجي لنا، يعني الاداره عايزه اتمرن 7 الصبح ونيجي نتمرن. قعدت 3 شهور 7 الصبح 7 الصبح و12 الظهر و1 الظهر و7 بالليل فاهم. وانا ومهدي اقسم بقول لك بنتمرن وحوش. لا والله وحوش. انا اول ماتش رجعت بعد الوقفه ده بنلعب فرقه في افريقيا، كنت واخد مان اوف ذا ماتش عشان بقى بتصحى 7 الصبح. بس عسكري ده بتصحى قبل موظف قبل موظف 7 الصبح. انا بقول لك ان في حاجات بتحصل في الكوره وفي انديه ثانيه كتير. لا يا جماعه في عقد. انت النهارده ما ينفعش ان انا كمدرب اجي اقول للعيب انت انا عايزك لعيب بروفيشنال، انت لازم تبص على لعيبه ريال مدريد بتعمل ايه. طب هل انت بتعمل لعيبه المدربين ريال مدريد بيعملوه؟ مستحيل. انت اصلا تبص على الاوضه اللي هم قاعدين فيها كارثه، تبص على الملعب اللي بيتمرنوا عليه كارثتين يا جماعه. ملاعب في الدوري لا انت بتشوف ملاعب في التلفزيون ماتشات، انا بكلمك على ملاعب في التمرين. اتفرج على اوض اللبس، اتفرج على الريكفري بتاع اللعيبه. لا بكلمك في حاجات يعني الناس لما بتيجي تشوفها، لا يا جماعه ما فيش الكلام ده في الكوره. انا النهارده انت بتطلب مني ان انا اعمل حاجات اللي لعيبه في ريال مدريد بيعملها. طب انت بقى انشيلوتي عشان انا ابقى سيبك من كده انا بكلمك بقى في ايه، مش في الملعب. انت تقول لي خليك بروفيشنال في الامكانيات، كل كويس، نام كويس، مش عارف ايه، ده كده ما فيهوش كلام عشان مصلحتك. طب انا النهارده انت مدرب وانا لعيب، انا النهارده عندي تجمع بتاع الساعه 12 الظهر، الاقيك انت داخل جاي النادي بعديه. لا يا راجل، ده في مدربين بيعملوا ايه لهوي. اتمرنت مع مدربين كارثه، واتمرنت مع مدربين بالدقيقه يعني محاضره 12 ل 5 الباب مقفول. طب ممكن اسالك سؤال، الفرق بقى النتائج بتاع ده بيفرق؟ تفرق، ولو ما فرقتش على المدى بتفرق في يعني طبعا. عارف عبد الله، انا في اوقات مثلا ببقى المفروض رايح احلل مثلا في قناه او حاجه، فقالوا لي اتفرج على الماتشات الفلانيه عشان هنتكلم فيها. والله العظيم افتح التلفزيون انا اصلا مش شايف الكوره بالتصوير تقريبا، اللي بيصور بقى مصور مثلا بنوكيا ولا حاجه، فاهم؟ مش شايف الكوره. الفرقتين اللعب عشوائي جدا، الماتش خلصان 0-0، الفرقتين ما شطوش شوط على الجون. اروح على القناه يقولوا لي الماتش الفرقه الفلانيه والفلانيه، اقول لهم هو في ايه؟ انا ما شفتش اصلا حاجه يا جماعه. انا مش شايف الكوره، انا مش شايف الكوره. 22 لعيب بيدعكوا في بعض والتراب بيطلع من الملعب ومش شايف حاجه، فاهم؟ وبشوف مدربين يا عبد الله لحد دلوقتي في 2000 داخلين 2025 الناس بقى العالم كله بقى بيلعب ب3 ورا وبيطير الباكين، العالم كله بقى بيلعب 3-2-4-1 و3-2-5 وقصه. بس انا اقول لك على حاجه، هو ما ينفعش ان انا النهارده في مدربين فاكره ان هي كوره موضه. يعني فاكر ان الكوره موضه. انا شفت النهارده اليوفنتوس بيلعب ب3 كده، انا لا انا بعمل خطتي على امكانيات اللعيبه اللي عندي، على امكانيات اللعيبه. ما انا لو جبت جوارديولا مسك فرقه هنا اكيد مش هيلعب بنفس الفرقه. لا امكانيات اللعيبه اللي عندي انا عندي مثلا وينج سريع، مثلا وينج بطيء، وينج حريف. انا بلعب امكانيات اللعيبه اللي عندي. اكيد طبعا. ما ينفعش ان انا النهارده بلعب مثلا
ضغط عالي على فرقه وانا عندي 2 مساكين بطاقه مثلا، وعندي عايز احضر والجون بتاعي ما بعرفش يلعب برجله، ما بعرفش يلعب برجله. ساعتها بشوف ايه؟ بشوف عبد الله والله العظيم مدربين الكره في الدوري الممتاز، الكره الخطه كلها في الفرقه بتقفل، الكره بتلعب طويله وفرود يزحلق الفرقه للفرود التاني. اقول لك على حاجه، انا لو مدرب ليه سيستم انا احترمه ايا كان هو بس ايه، طالما ليه سيستم هو ماشي بيه وماشي الفرقه بيه ومنظم. خلي بالك التنظيم ده ما بيبداش في الملعب، ده بره الملعب اهم. بره الملعب اهم. بص اوضه اللبس اهم اصلا. اللعيب عشان انا اتعاملت مع مدربين والله انا بيحاسبك بالثانيه، يقول لك الثانيه اللي انا بحاسبك عليها بره الملعب دي انت هتكسلها في الملعب، بدل ما هتشيل الكره على خط الجون مش هتلحقها تخش جون. ما هي ثانيه. وفي نفس الوقت بيديك حقك في الحاجات اللي انت بتبقى مميز فيها، او الحاجات اللي انت لازم بتعملها وهو طالبها منك بيديك لازم. ده في مدربين ما بتقولش اللعيبه كويس، انت ال 11 دول بيلعبوا، باكر ده بيلعب اول ما يعمل باسكو عادي ولد عالمي، واحد تاني بره ما بيلعبش خلاص فاهم مدفون، والله لو اتشقلب يا عم قول له كويس، انت خسران حاجه؟ قول له كويس، يلا غلط مش لا بالراحه تعالى. ولعيب تلاقي مثلا عنده 20 سنه 19 سنه محتاج يتعلم، يعني هو قاعد يتعلم سنتين عنده 22 سنه تلاقيه مكسر الدنيا. زي ما انت قلت احنا بنشوف كلوب بعد الماتش ينزل يوم حاضن اللعيبه وبتاع جوارديولا لسه شايف له فيديو بيقول لك انا بيكلم اللعيبه ان انا مش عايز الاقي لعيب مش عايز يستلم الكوره، انا بعلمك عشان تغلط ولما تغلط نصلح الغلط. مان سيتي مش بكلمك بقى في الدوري المصري بقى، يعني احنا عندنا اخطاء كده وانا بقول لك احنا كلنا عندنا اخطاء كلعيبه وكله بيخلط، بس انا بتكلم انا النهارده لما احاول ان انا ابقى يعني كويس قوي، لو وصلت اللي هو كويس هيبقى شكلي حلو، لكن ما انا النهارده عايز ابقى عادي، طب ما انا هبقى وحش. فاهم قصدي؟ طب انا عايز اسالك سؤال تاني، انت بتشوف مين من اللعيبه في الدوري المصري دلوقتي اللي بيعجبك قوي بره امام عاشور؟ عشان معظم الناس مثلا مثلا السؤال ده يقول لي امام اجمد لعيب في مصر او زيزو، يعني بره امام وزيزو كده بتشوف مين لعيب كده مميز كده بيعجبك بياخد عينك حاسس ان هو مش واخد حقه؟ في لعيبه كتير، في لعيبه كتير قوي في مصر مش واخده حقها. زي مين مثلا؟ هقول لك بره الاهلي والزمالك ولا الاهلي والزمالك؟ خلينا بره الاهلي والزمالك. بره الاهلي والزمالك بصراحه معظم اللعيبه جامده. بره الاهلي والزمالك هقول لك بره الاهلي والزمالك. انا بالنسبه لي مثلا في بيراميدز مهند لاشين، والله العظيم خدتها من على لساني، انا لسه كنت هقول انا لعبت مع مهند، لعيب جامد جدا. لا مهند ده بالنسبه لي من احسن رقم 6 لعيب متكامل. اولا مهند حطه في نص الملعب لوحده ما شاء الله جدا. لا يشيل لك نص الملعب لوحده، راجل كورته كويسه بيكمل، عنده امكانيات كبيره قوي. واحد زي ما ما حدش بيتكلم عليه. ايه رايك في عمر الساعي؟ لعيب كويس قوي، جامد جدا، لعيب كويس قوي، لعيب جامد جدا، عاجبني قوي السنه دي من احسن لعيبه في الدوري. لعيب كويس قوي. اياد العسقلاني لما كان في الاسماعيلي لعيب كويس قوي. عندك لعيبه صغيره ولا لعيبه كبيره؟ براحتك. في لعيبه كتير هقول لك مثلا صغيري جامد. لا صغيري لعيب كواليتي مختلف جامد بصراحه. طب انت المدافعين مين بيشد عينك برضه؟ حتى بس بره مثلا محمد عبد المنعم عشان بصراحه هو فرق شويه دلوقتي واهلي ومنتخب وبتاع فاهم، بره محمد عبد المنعم حتى باهلي وزمالك مين كده بتحس انه بره اهلي وزمالك ولا في اهلي وزمالك بره عبد المنعم؟ اهلي وزمالك بره عبد المنعم بس. لا بشوف بحس ان المستويات اصلا معظمها قريبه. ما انت خلي بالك في لعيبه ممكن تلاقيها مميزه في حاجه وعندها مشكله في حاجه ثانيه. اكيد فاهم؟ بس انا في مكاني عشان انا بتكلم عن نفسي في مكاني فانا مش هينفع اتكلم. انا ممكن اقول لك انا مثلا بحب ستايل بالظبط لعيب معين مش احسن، لا انا عادي، انا ممكن اكون مثلا في ناس تلاقي يقول لك انا بحب ستايل رونالدو اكتر من ميسي، بس انا عارف ان ميسي اجمد، ده عادي، هي وجهه نظر. فمين كده اللي انت بتحب ستايله كده بتحس ان هو لعيب جامد كده مساك جامد؟ انا بحب محمود مرعي جدا، ستايل محمود مرعي. هينجح في بيراميدز؟ هينجح طبعا بس يسيبوه يلعب يعني. واسامه جلال، انا اسامه جلال بقى بيعجبني. انا بحبه لعيب كويس قوي بس لازم يركز في الكوره. هو خلي بالك مش شرط ان هو ما بيلعبش مش مركز، ممكن يبقى مركز بس الظروف مش خدمته عادي يعني. بس هو يعني اسامه اول ما طلع اسامه جه اخر سنه ليا انا وبعدين مشيت. فاسامه شخصيه جميل ودمه خفيف وعسل فاهم، بس لازم في بيراميدز العمر بيجري، اللي انا حسيتها بقى. ازاي؟ العمر بيجري بجد في بيراميدز، بيجري مع الفلوس والله لا الفلوس كده العمر ماشي فاهم. 3 سنين انا رايح 24 سنه مشيت عندي 27 سنه يا جماعه، ده انا سنتين عندي 30 سنه فاهم.
ما بتحسش بقى رايح الاجواء النظيفه اللي انت عايش فيها. لا هناك النادي في حته ثانيه فتحس ان العمر يجري بيك. يعني اسامه مثلا هلاقي كان نفسه سنتين ثلاثه عن 30 سنه بيدرب، فلازم يلحق نفسه، يرس على نفسه ويرجع تاني. ان انا اسامه لعيب كبير، اسامه لعيب كبير وهيبقى ليه شأن لو رجع تاني هيلعب منتخب مصر. طب انت حاسس ان انت الفتره الجايه تقدر يبقى ليك تواجد في الفرق اللي فوق؟ يعني طبعا زد فرقه كويسه جدا وعاملين موسم جامد جدا، بس انت حاسس ان انت ممكن تروح في الفرق اللي هي مثلا اهلي زمالك بيراميدز، تروح منتخب حتى لو من زد؟ ما هو زد طبعا انت كده عندك زيكو اتطلب برضه في التجمع حتى لو ما راحش لعب، بس اتطلب وعامل موسم جامد. فانت حاسس ان انت ممكن تبقى قريب في القصه دي؟ طبعا انا لما جيت مشيت من فاركو يعني فاركو فرقه كويسه قوي، النادي ده انا بحبه يعني بحبه جدا، النادي منظم ونادي تحس انت في النادي. بس كانت المشكله كل ما المدير الفني يجي يتكلم لا انا عايز لعيب بيلعب في فرقه بتنافس، لعيب بيلعب في فرقه فوق. طب خلاص انا النهارده مثلا في زد لما كنا انا ماشي كويس ولا لا خلاص، وكابتن حسام مثلا حسن في المنتخب دلوقتي مسكني ومرني وعارفني، فلا انا اشتغل ان انا ان شاء الله الفتره الجايه ليه ما يجيليش اهلي وزمالك العب، والحمد لله الناس كلها عارفه مستواي وعارفه طريقه لعبي وعارفه ان انا لما مثلا ببقى في توب الفورم بتاعي ببقى عامل ازاي. لكن انت النهارده ما ينفعش ان انت اللعيب بيلعب فرقه ثانيه ماشي كويس ما تتكلمش عليه، ولعيب بيلعب في اهلي وزمالك بس متوسط بس انت لازم تدي له حقه وادي حق اللاعب الثاني. انا احيانا بقعد اتفرج على ماتشات مثلا الفيرود يشوط شوطه حلوه قوي والجون يشيلها بطريقه فاهم خارق، الاقي المذيع يتكلم على الشوط اللي هو الشاطها ده. طب والراجل اللي شيء طب الراجل ده عامل واحده نموذج يعني شالها بطريقه لا يا عم ما حدش بيتكلم على حسام اشرف هداف الدوري، بينافس اثنين على فكره جامدين قوي وسام ومايلي الاثنين جامدين جدا وحسام بينافسهم وبيلعب في المحله فاهم فرقه تحت وبيلعبوا كل ماتشاتهم. ما وصلش اصلا الجون، لا ما وصلش للجون اصلا. عبد الله انا اقسم بالله كل ما افتح التلفزيون الساعه 3 العصر او اصلا الاقي المحله بتلعب في الشمس. يا جماعه المحله دي ما عندهمش كشاف، بيشتغل الكشاف لا انا فاهم بيلعبوا في الشمس وبتاع. والواد هداف الدوري اقسم بالله ما بشوفش حد بيتكلم عنه، ما راحش منتخب كبير ولا منتخب صغير. طب انا كحسام اشرف بقى انا بحط نفسي مكان حسام، انا بقى اعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي كحسام اشرف راجل هداف دوري وانا بلعب اعمل ايه بقى عشان اروح منتخب اولمبي؟ محدش هيتكلم عليه. احنا اول سنه في فاركو احنا اقوى خط دفاع في الدوري احنا عند الاهلي 22 جون. انتوا كنتوا دافعين فعلا جامدين، اقوى خط دفاع في الدوري وبلعب في فرقه احنا ممكن يعني يجي كل مثلا ماتش يجي انا 900 هجمه. اقوى خط دفاع في الدوري محدش طلع يتكلم عليه، محدش قال الرقم ده. كنت بلعب انا فانتزي دوري مصري ساعتها، كنت اي ماتش او كنت بكري رامي مودي والله العظيم بكري رامي مودي هاتهم يا عم ده فرقه تقرف. ايوه كده مش هتخش فيهم جول. اقول لك عارف لو يعني يقول لك بكري رامي مودي ايه الترتيبه دي؟ والله انا عارف ان الكلين شيت يا باشا جاي لي منهم، ده فرقه كنا منظمين والحمد لله بتتكلم فرقه مخلصه. انا يعني السنه بتاعت سموحه كنا اقوى خط دفاع في الدوري، كنت انا وياسر ورجب بكار وكان طارق طه. طب الناس طلعت اتكلمت ساعتها بقى قال لك عبد الله بكري ياسر ابراهيم اقوى احسن. السنه دي خدنا انا وياسر ابراهيم احسن 2 مدافعين في الدوري. طلعوا اتكلموا عشان الاهلي كان مكلمنا فالناس طلعت تتكلم، الناس عبد الله وياسر. فلما دول بقى اللي هيروحوا الاهلي دول ما ينفعش ما تتكلمش عليهم. عبد الله نورتني حبيبي. الوقت جري والكلام معاك ممتع بصراحه يعني والله يعني بص الوقت جري انا اصلا ما حسيتش فاهم يعني الوقت جري بسرعه. بس كده لينا مقابله ثانيه هخطفك تاني كده تجيلي وتنورني ومبسوط بجد جدا ان انت جيت وان شاء الله باذن الله تكسر الدنيا وتروح منتخب ان شاء الله باذن الله حبيبي. نورني عبد الله بكري نجم زد ومنتخب مصر ان شاء الله بقى اللي جاي، واستنونا في حلقات جايه في بودكاست اندر ريتد. سلام.